تمشي. فعايزين نعرف يعني الحتة دي، انا طب اعمل ايه؟ اقلل اكلي ولا ازود اكلي؟ بس اكل اكل صحي ولا اكل ازاي احسب الكميات من الاكل الصحي يعني؟ بصي، انا لما بمر بموقف زي ده بقول لهم دايما الجمله دي: هو لو الموضوع بالسهوله دي انه انا احرم نفسي او ان انا اكل قليل جدا واقلل اكلي خالص او اكل وجبه واحده في اليوم، كان ممكن يجيب نتيجه، ما كانش هيبقى فيه علم تغذيه كبير ومحتاج دراسه ومحتاج مساعده ومحتاج انه يبقى فيه دكتور معاه. المفروض احنا لينا كل فرد ليه استهلاك سعرات في اليوم، في عدد سعرات هو بيستهلكها في اليوم. بيختلف طبعا من شخص لشخص ومن راجل لست ومن سن لسن ومن طفل لكبير ومن طول لطول حتى. الكمية دي أنا لو أخدت أقل منها بشوية بسيطة، أنا كده ببتدي أحرق بشكل طبيعي من غير ما أكون حاسس إن أنا جعان. ببقى أخدت كفايتي من السعرات، فجسمي مش بيديني أي إنذارات إن هو جعان. وفي نفس الوقت على الاخر الاسبوع بلاقي نفسي خسيت، فبيبقى الموضوع سهل جدا. لكن انا لو قللت اكلي قوي، جسمي هيبتدي يدي انذار ان هو في حالة starvation، انه انا بجوعه. ففي الحالة دي يبتدي يحافظ على مخزون الدهون اللي عنده، عشان هو ده مصدر الطاقة بتاعه. فانا كده مش بيدخل لي سعرات، انا هحافظ على السعرات اللي عندي. اجي اخر الاسبوع الاقي نفسي ما نزلتش، مع ان انا كنت مجوعه نفسي. بس ده مش صح، انا جسمي ذكي، مش بالبساطه دي ممكن ان انا اضغط عليه. يعني التاثير بتاع ان انا اجوع نفسي هو نفس تاثير ان انا اخد سعرات كتير. حقيقي. فعلا انا دايما بقول ان قلة الاكل مم. يكاد يكون ضررها يمكن اكتر من زيادة الاكل قوي. ليه؟ لان برضو قلة الاكل يعني الدايت القاسي قوي اللي هو الحرمان الجامد قوي ده وخصوصا برضو ارجع واقول مع الستات في لما التقدم في العمر بيعمل مشاكل كبيرة جدا وخمول في الغدة الدرقية وحاجات مشاكل كتير قوي احنا في غنى عنها. الحل مش ان احنا نقطع الاكل، لان دي او مشاكل بقى في العظم وحاجات كتير جدا. فتنظيم الاكل يعني حاجة حيوية قوي وناس كتير بتبقى يعني مش عارفة بس تنظم أكلها ازاي. يعني اللي هي لو قامت شبعانة بتحس ان ضميرها مأنبها او انها بتعمل حاجة غلط او انها مش هتخس. يعني اعرف حالات كتير بالشكل ده، ان هي لو قامت من على الاكل شبعانة باكل صحي شبعانة، يعني مش لازم نبقى مدخومين، بس لو شبعت بتحس انها خلاص كده مش هيحصل حاجة عملت حاجه وهي غلط. غلط. اه.